هلو يا جماعة عاملين ايه؟ عمليات الاستنساخ او عمليات زراعة الاعضاء بقت عمليات موجودة تقريبا بشكل اساسي في المجال الطبي. وعدينا قوي مرحلة ان احنا نقعد نقول طب ده حلال حرام، طب ده ينفع ما ينفعش، هتنجح هتفشل. لكن تقريبا ما فيش عيلة موجودة دلوقتي الا وفيها شخص عامل عملية زراعة مثلا قلب كبد، حاجة من الحاجات دي. لان انت لو جيت خيرت شخص ما بين ان انت مثلا تعالى ازرع لك بنكرياس مثلا لو انت متأذي من مرض السكر، والبنكرياس انا جايبه من بقرة او جايبه من حيوان، ولا انك تعيش في ألم، هيقولك لا اديني اي حاجة بس عيش مرتاح. فخلاص احنا معديين المرحلة دي. ولكن العلماء مش واقفين عند الحتة دي، يعني الحتة دي خلاص يعني وصلنا لها من سنين كتير. العلماء بيحلموا دلوقتي مش ان هم بس يعني يخلوا في تقارب ما بين الانواع وبعضها، او ان هم يعني يخلوا الانسان في حياة افضل. لا، ده هم كمان بيصلحوا اخطاء الانسان. زي ايه؟ زي ان الانسان تسبب في انقراض حيوانات كتير قوي. ولكن العلماء دلوقتي بتحاول ترجع الكائنات اللي انقرضت. طب هل بقى هم هينجحوا في ان هم يرجعوا الكائنات المنقرضة؟ الحقيقة هم نجحوا، بس مش زي ما في مخيلتنا. يعني مثلا مش هم في المعمل كده طلعوا لي ديناصور، او في مكان كده هوبا طلعوا لي كائن جديد مرة واحدة. ولكن هو تكنيك بدأ بطريقة ووصل ان هم فعلا قدروا يرجعوا كائن منقرض. في بروسيس اسمها selective breeding، وهي ان الانسان بيختار انواع معينه من الكائنات يخلي يحصل ما بينها تزاوج عشان تكمل الانواع دي. ودي بيعملها القدماء المصريين ما بين انواع مختلفه من النباتات، وبيعملها الانسان في التدجين. وبرده الانسان عملها علشان يكون موجود عنده كلب. يعني هو اصلا الكلب ده كائن مستأنس. هو كان فيه وولفز وهو خد الوولفز دي او ذئاب، والذئاب دي اوريدي جوز انواع منها اللي هو بالنسبه له كانت الالطف والاهدى، فبقى موجود الكلب. فما كانش الانسان وصل ان هو او فكر ان هو كائن انقرض يرجعه. طب ازاي بقى ده يحصل؟ من انواع السلكتيف بريدنج ان في نوع او تكنيك وهو SCNT، سوماتيك سيل نيوكليير ترانسفير، ان هم بينقلوا خلايا جسديه وينقلوها للنيوكليوس في كائن تاني، فالكائن اللي بيتولد ده بيظهر فيه صفات ما كانتش موجوده فيه. وده اللي حصل في دولي شيب او النعجه دولي. دي قصه معروفه قوي، الناس عارفاها، والناس كانت فاكره ان هي ماتت على طول. بالعكس، هي النعجه دولي دي قدروا يعملوا كائن عن طريق الاستنساخ وعن طريق اللي هو SCNT، وقدرت تعيش من فترة 97 أو 96 ل 2003. عاشت حوالي 7 سنين أو 6 سنين. الموضوع ما موقفش مع العلماء كده، هم فضلوا يحاولوا يجربوا تاني. وبرضو قدروا ان هم في 2009 يرجعوا وعلى البرانس المنقرض. ده كان حيوان برضو انقرض ورجعوه للحياة، بس هم رجعوه للحياة بنفس الطريقة، ان هم خدوا صفاته وحطوها في كائن تاني، بحيث الكائن اللي يطلع فيه صفات الكائن اللي انقرض. بس ده مات بسرعة، يعني ده مات بعد ولادته بدقايق لان كان عنده عيب خلقي. بس من اليوم ده والعلماء بقى قررت ان ده هيبقى بروجكت كامل مكمل، وفي شركات طلعت شغاله على التكنيك ده بس. وحطوا لستة كمان بالكائنات اللي هم عايزينها ترجع، اللي كان من ضمنها الحمام الزاجل والماموس. وطبعا للاسف مش هيرجعوا ديناصور، وده ببساطه لان بقايا الديناصور اللي موجود فيها DNA يعني مفتفت خالص، او مش موجود فيه معلومات تسهل ان هو يقدر يرجع. ده غير اصلا ان هو علشان يرجع ده هيكون صعب. يعني هم عملوا لستة بالكائنات مع ان ده صعب جدا، لان اصلا المناخ مختلف تماما عن زمان. طبيعه الارض مختلفه تماما عن زمان، وفي بقى اللي هو احنا موجودين في كل حته في الناطوره، وده ما كانش موجود زمان. فهم عملوا لستة بكائنات وفعلا قدروا يرجعوا كائن، والشركه اللي رجعته اعلنت عن الكائن ده في شهر فبراير اللي فات، يعني في شهر 2 اللي فات. الفكرة ان شركة كلوسل اعلنت ان هي او صرحت ان هي قدرت ترجع تلاتة من ذئاب الذئب الابيض الرهيب. وده كائن منقرض اصلا، من انواع الذئاب، منقرض بقاله 12,000 سنة. هي قدرت ترجعه عن طريق تقنية SCNT، بان هي قدرت تاخد او تاخد الجينات بتاعته وتقص من الجينات اللي موجودة في الذئب الرمادي. وبدأ الذئب الرمادي ده ينتج النسل ده شبه متطابق او في صفات كتيرة قوي 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 من اللي موجودة من الكائن اللي انقرض قبل كده. وصاحب الشركة دي اعلن ان خلاص الكائن دي موجودة وموجودة في محمية، وبيصورها وبينزلها فيديوز، بس في مكان سري محدش خالص هيقدر يروح له الا بتصريحات. وكمان ده تحت حمايه الدوله اللي هم قاعدين فيها. هم اصلا عامه الشركه دي في ولايه دالاس في تكساس. الفكره ليه؟ لان في عامه ناس بتحاربهم دلوقتي وبتطاردهم كتير. طبعا الفئات الاسلاميه او المسيحيه او الفئات الدينيه المتطرفه، مش هقول الاسلاميه والمسيحيه،
فئات دينيه متطرفه، لان هم دايما شايفين ان ما ينفعش احنا نخلق كائن، مع ان ده اصلا ما جاش عن طريق الخلق خالص. ده كائن عن طريق زي كده ما بنحسن النسل الزراعي، احنا عملنا كده في كائن موجود. بس ده موجود فين؟ موجود في امريكا وفي اوروبا. وكل الشركات اللي بتتبع او بتعمل ابحاث ليها علاقه بالكائنات، بالتطور، باعاده احياء اي كائن، دي مش موجوده خالص في الوطن العربي، هي موجوده هناك في الدول بقى بتاعت الغرب كلها. وده لان هم خلاص هم عدوا بقى مراحل كتيره، وبقوا متحضرين، وبقوا فكريا متقدمين، وعندهم فلسفات تسمح لهم ان هم يقدروا يعملوا حاجات مختلفه، ويكون عندهم القناعه دي. مع ان القناعه دي والحاجات دي بدأت فين؟ بدأت في العرب، او بدأت في مصر يعني. عندك ابن سينا وابن رشد، ودول هم اصلا وضعوا القوانين واساسيات العلوم كلها. طب احنا دلوقتي فين؟ مش موجودين خالص. وعايزه اقول لك ده سبب اصلا تاخرنا اقتصاديا. يعني شركه زي مثلا كلوسل دي حققت مكاسب وارباح حوالي 435 مليون دولار في سنتين او 3 سنين. ده رقم مهول جدا. والشركات دي كلها شركات اصلا يعني عندها عباءة مالية، او عندها فلوس كتيرة جدا بتصرف على الابحاث دي، وفي نفس الوقت بتجني من الابحاث دي ارباح عالية قوي. مع ان لو جينا شفنا اللي عملوه، هو مش ما عملوش حاجه اصلا ممكن نقول عليها غلط او نقول عليها حرام. ليه بقى؟ لان هم ما خلقوش كائن، لان محدش يقدر يخلق كائن. لكن كل اللي عملوه ان هم قدروا بكائن كان موجود، كان مخلوق قبل كده في ترتيب الاحماض الامينيه في الدي ان ايه بتاعه. هم قدروا ان هم يوصلوا لنفس ترتيب الاحماض الامينيه دي، او يعدلوا حاجات بسيطه بنفس تكنيك الاحماض الامينيه، اللي هو اصلا يعتبر قانون طبيعي او قانون الهي موجود في الناتوره، ان كائن عشان يبقى فيه كائن حي يبقى فيه ترتيب للحاجات دي في الدي ان ايه بتاعه. هم وصلوا للموضوع ده، قدروا ان هم يرتبوا الاحماض الامينيه بتاعته بشكل معين عشان الكائن يكون موجود. وطبعا ده حاجه سلاح ذو حدين. ليه بقى؟ لان احنا لو جينا افتكرنا تاريخ القنبله النوويه، اوريدي كنا عاملين قنبله نوويه عشان نولد كهرباء، دلوقتي بنستخدمها فين؟ في الحروب. فمتوقع او مش متوقع ممكن ان الناس تستخدم نفس التكنيك ده، بان هي بقى ترجع كائنات، ونرجع بقى ايه، نستغل الكائنات دي، او ان هي تستغل الكائنات دي ضد مثلا شعوب تانية. فموضوع اصلا ان انت تعمل او دي اكستنكشن بروسيس دي عشان اصلا تحصل، محتاجه رقابه عاليه جدا، اخلاقيه، ومحتاجه كمان راشوناليتي عاليه قوي من الناس او من البشر. مش عارفه بقى احنا وصلنا للراشوناليتي دي ولا لا. لان اصلا في 1997 بنفس الطريقه لما قالوا ان بقى في موجود النعجه دولي، او ان هم قدروا بالاستنساخ يوصلوا ان هم يكون موجود نعجه موجوده، طلعت الشركه دي اسمها كولونينج. الشركه دي ثانيه هوريكم صورتها. المهم ان شركة كلينويد دي اتأسست على ايد صحفي اسمه كلاود. ده صحفي فرنسي متطرف، وعامل اصلا او مؤسس يعني طائفة دينية اسمها الرائليين. وقال ان هو قدر يعمل نسخة مش بقى من نعجة، ومش بقى من دب، لا، قالك انا عملت بني ادمة. والبجح مسميها ايه بقى؟ مسميها ايف، او مسميها حواء. قال ان هو قدر يوصل ان هو قدر يعمل استنساخ لانسان بشريه اسمها حواء. وكمان مش كده، ده هو بعتها مع الفضائيين، وطلع قعد على صحف كتيره وقال انا مخبيها ومش مخبيها. بس فين بقى يا عم هذه الكتكوته؟ مش موجوده. يعني طب عايزين نشوف صور ليها، ودى الصور او طلع الصور اللي هي بالشكل ده بس كده، لكن ما فيش فيديو ليها. طبعا ده مختلف خالص عن اللي حصل مع الداير وولفز. يعني دي حاجة ودي حاجة تانية، لان ده احنا قدرنا نشوفه. العلماء اصلا قالت التكنيك اللي حصل، وقدروا يصوروا فيديوز وقالوا ان هو موجود، وده طبيعي. يعني احنا نقدر نعمل ده في حيوان، لكن هو طلع فجأة لوحده قال لك انا هعمل ده. الفكرة بقى مش في ان هو قال كده وسكت، لا، ان في اتباع ليه جدا. وطائفة الرائلين دي كبيرة جدا في اوروبا. زي ما اوروبا فيها مثلا الثقافة الكويسة، وفيها التعلم والتقدم والحاجات دي كلها، فيها التخلف والغباء والعنصرية، كل الحاجات اللي موجودة دي. وده يخليك تفكر ان الانسان غاوي اي خيط صغير علشان يلاقي قصة ويمسك في القصة، لان الانسان بطبيعته بيحب الخيالات. عشان كده دايما يجي يقولك مثلا عايز تقنع حد بحاجة، اعملها له في قصة. زي الاطفال بالظبط، حضرتك عايز تعلم طفل حاجة، اديله قصة. عايز تسيطر على الناس في حاجة، اديله قصة. فهو عمل قصة، والناس بدأت بقى تسيطر، يعني يسيطر على الناس. والناس مستنية ان شاء الله حواء تنزل من الفضاء، عشان هي اول طفلة مستنسخة وعايشة مع الفضائيين بيربوها دلوقتي.
فاي حد بقى يقعد يقول لنا خزعبلات احنا مش هنصدقه خلاص، احنا هنصدق الايفيدنس. يعني والله يا باشا في حفريات في الارض، في الناطوره، في تجارب بتتعمل، في ابحاث، وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وريني بالدليل العلمي، بالدليل القاطع في الاماكن الموثوقه، وانا ساعتها هصدقك. لكن هتقولي اي كلام. وده مش بس في يعني مش بس في دي، يعني في القصه دي، ده عامه في الحياه، عشان الدنيا مليانه افكار وكلام كتير على تيك توك بقى، موجود على السوشيال ميديا، موجود هري كتير جدا، في علوم وفي علوم موازيه، في حقائق وفي حقائق موازيه. فبس يعني المهم ان احنا نعرف نوزن العقل يعني، وما نبقاش امعاء وننساق مع اي حد وخلاص، ونسبورت يعني الحاجات الجميله اللي بتحصل في الناطوره دي. وان شاء الله ان شاء الله يطلع من عندنا ناس شاطره تقدر ان هي كمان تعمل ابحاث وتطور يعني في العلوم. وباي باي.